ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده معانا فيديو جديد وشرح للحدث الجديد اللي هو قدوة الممالك. طبعا الحدث ده انا نبهت وقلت ان الفيديو جاي هشرح عنه. مبدئيا الحدث ده متقسم لثلاث مراحل من ناحية الجوائز. اول مرحلة واللي هي الجوائز الظاهرة قدامكم، واللي هي الجوائز الخاصة بمعدات. ان انت بتفتح الصندوق تختار نوع القطعة اللي انت عاوزها، اللي عاوز تطور بيها معدة معينة مثلا من النوع ده. مفهوم؟ ده بالنسبة لأول حدث بتاع قدوة الممالك. تاني هدية في قدوة الممالك بتنزل، اللي هي بتاخد آثار. بيبقى ليك صندوق تطلع منه 50 واحدة، 50 إكس من الآثار، وتختار نوع الأثر اللي عاوزه تاخده. تمام. دي تاني حاجة. تالت حاجة بيبقى فيه هدايا بقى أبطال الشحن. لو طلعت مركز أول تاخد 10 ميداليات أبطال شحن، وتختار بطل اللي أنت عاوزه، زي اللي معايا دي. معاك أهو. أهي أنا معايا دوكتي منها 4. تختار نوع البطل اللي عاوزه من هنا. كل دول قدامكم، تختار منهم وتبدأ تفتحهم ميداليات ميداليات. طبعا انا عندي صورة من غير يعني كلام كتير، صورة هي جايبها ولسه يعني عاوز اكمل عليها. معاها 5 ميداليات ولسه عاوز اكمل 15 الباقيين عشان اوصلها رتبة غير شائع، يعني تفرق طبعا معايا في نسبها. تمام. مش موضوعنا حاليا. بالنسبة لوقت الحدث، كل اللي عليك بيبقى المهام اللي قدامك موجودين على هيئة علامات رموز. يعني مثلا مدرب القوات، من كلمته معناه ايه؟ تدريب قوات بس. درب جيش، وهتلاقي هنا فوق، شايف ترتيب النقاط؟ مكتوب ترتيب النقاط. جنبك هنا هتلاقي البتاع ده اهو اللي انا بضغط عليه. ده هيبين لك الجنود اللي انت بتدربهم، مثلا ده هيديك قد كام وده هيديك قد كام على الجندي الواحد. درب ابص بيقول لك مثلا درب جندي من الدرجه الاولى هتاخد ايه نقطه، لو من الدرجه التانية اللي هو تي 2 هتاخد 2 على الجندي الواحد، لو 3 يعني تي 3 هتاخد 5، ولو تي 4 هتاخد 15 وهكذا. تمام. بالنسبة طبعا للأبحاث يقول لك اعمل أي أبحاث، ولكن مش شرط أنت تنهيهم بالتكنولوب. هبص مثلا هضغط لك أهو هنا في البتاعة بتاعته دي اللي فوق، يقول لك اربح 1 نقطة مع كل واحد قوة من البحث. يعني أنت مثلا عملت بحث مثلا هيديك مليون، هتاخد مليون نقطة. تمام. وبيقول لك مش هيديك أي نقاط مقابل الأبحاث المكتملة بواسطة التكنولوب، اللي هو عشان ما ابقاش أنا غلطت معاكم في الشرح. التكنولوب أهو اللي قدامكم هنا. التكنولوب ده بيستخدم مثلا أنا جيت عاوز أطور وليكن الجزئية دي مثلا من التدريب، بيقول لي هنا ايه استخدام تكنولوب. التكنولوب ده بقى بيوفر ان انت ما بتستعملش موارد ولا اي حاجه ولا تسريعات، وعلى طول تيجي تطور الحاجه دي ماكس عندك. تمام. تالت حاجه عندك مشيد الجري. ده فايدته الوحيده مجرد انت بس تبني مباني، طور مباني اللي عندك وخلاص. انا عن نفسي بطور مبنى دلوقتي مستوى 24 اوصله 25. اهو المبنى قدامكم من ليفل 24 ليفل 25. المبنى ده المفروض لوحده بالتطويرة دي، أنا مثلا هجيب مبنى شبهه، المبنى ده يديني كام؟ 71,000 نقطة. طبعا غير الهدايا اللي موجودة تبع المهام، بس طبعا هو مش هيحسبها. تمام. معاك مملكة التكنولوب، إن أنت تروح تلعب تكنولوب في المابا بتاعته، وتستعمل عملاته وتلعب بيها. طبعا بيقول لك نفس نظام الأحداث، يقول لك العملة الواحدة هتحاسب عليها 1200، ولو وصلت لنهاية الخريطة اللي هو مواجهة وحش مملكة التايكون بتاع الجواهر الغول، هتاخد 6000 نقطة. وطبعا مش هقول لكم يعني، الموضوع يعتبر مفيد لمصلحتكم. ومعرض الآثار بقى المخصوص بإن هو بيقول لك إيه، افتح صناديق آثار. حتى هو كاتب لك هنا بيقول لك إيه، احصل على 200 نقطة مع كل صندوق آثار تفتحه في معرض الآثار. أيا كان صندوق من الأثر، يعني هقول صندوق مثلا من ال لحظة، سواء من الصندوق ده العادي أو الصندوق الخاص بالأحداث، هيحسب لك كلا الاتنين أيا كان اللي هتفتح منه. تمام. دلوقتي هاجي أتكلم لكم عن الجوائز بشكل عام لكل واحدة فيهم. بالنسبة للتدريب، كل ما تدرب عدد جيش بتاخد نقاط هنا معاك أهو. مثلا أنت وصلت دلوقتي كل دول هتاخدهم تسريعات، مع كل تدريب ذكاء بترفع النقاط دي. لما توصل للنقاط دي الموجودة قدامك هتاخد الجايزة دي، وهكذا. طبعا في آخر حاجة 600,000 تاخد عليها 2000 جوهرة. نفس الكلام في البحث، بس هتاخد تسريعات بحث، وهكذا لحد 400,000. المبنى نفس الكلام بس هتاخد تسريعات عادية. ومملكة التايكون لما بتلعب بقى بتاخد عملات التايكون من هنا كمان.
في البداية هتلاقي الموضوع بسيط وهيدوك كميات كبيرة، بعدين في الآخر هيصعب شوية شوية بالتجميع النقاط، وفي الآخر توصل ل300,000. نفس الكلام الآثار، بس هيديك دي بقى عملة آثار. لحظة بعيدا عني، هيديك عملة آثار قصاد كل فتحة هتفتحها اهي، لحد طبعا ما توصل لآخر قيمة اللي هي 20,000. ولو زودت عادي يعني، هو مش هيدوك جواهر قصادها، بس يعني ايه، هتطلع مركز من ضمن المراكز. تمام. كده ده كله اتشرح مهم. تيجي بقى للمهمة الأساسية، واللي هي الجايزة الكبرى، اللي هي قوضة الممالك. المكان ده بقى بالذات انت بتنافس بالجوائز الموجودة حواليك، زي مدير القوات والمتسابق والحاجات دول موجودين هنا. بتحاول تطلع فيهم مراكز، عشان انت لو وصلت فيهم اول مثلا في كله ومحدش عارف يكسبك، انت كده واخد مركز اول، وهتاخد اول جايزة هنا من قائمة الجوائز. هتاخد الجايزة اللي فوق هنا مكتوب عليها رتبة 1، ورتبة طبعا 2 هتاخد اقل منها بشوية، و3 هكذا، و4 ومن 4 ليفل 15. طبعا لو انت راح منك كل كوسك، يعني مثلا في مدرب القوات وبتاع البحوث والمبنى والتكنولوج والآثار، كله ما جمعتش فيهم او ما طلعش فيهم ولا مركز، وطلعت بره خارج التصنيف، مش تاخد ولا حاجة. حرفيا كأنك لعبت وبس. مفهوم؟ يعني مش شرط ان انت لازم على الاقل تبقى مركز برونز على الاقل في كله بس، وهتاخد جايزة على الاقل من المركز الرابع اهي، من المركز الرابع المركز ال 15. تمام. ده شرح يعتبر سريع جدا للحدث ومفهوش حاجة كمان. مفهوم؟ الحدث مش صعب وبسيط وسهل، كل اللي عليك بس انت تعمل المهام دي. ولكن حابب اديكوا نصيحة مهمة جدا. حاول ان انت ما تطورش كل حاجة وتمرن وتخلص مثلا، يعني تخلص في الجوائز وتحاول تطلع فيها بسرعة مراكز وتنجز فيها. بالعكس، استنى لآخر الوقت. يعني لما يجي مثلا يقول لك بكرة الصبح هينتهي الوقت المتبقي، هينتهي وهتضطر تاخد الجائزة في الوقت ده، هيبقى ليك حل من اتنين: يا اما تخلصهم بالليل قبل ما تروح تنام، وبعدين تروح تنام وتشوف الدنيا بكرة تعمل ايه، يا اما لو انت غاوي سهر وغاوي تشوف الحدث والدنيا، خليك سهران بس استنى لحد ما يتبقى ساعة بس، وشوف بقى ايه اللي حصل. وهتلاقي حرفيا في ناس بيحاولوا وقت يرفعوا اعلى من المطلوب عشان ما حدش يقدر ينافسهم. وانا بقولها لكم بدليل ان انا جربت كتير جدا. فبس يعني حابب انصحكم بالحته دي. انا طبعا مغفل هنا ورحت استعملت، بس انا استعملت الجزئيه التكنولوج اكتر، البقيه دول طبعا جايين بشكل جانبي. يعني انا بدرب الجيش عشان في مهام الاحداث، سواء الحدث الفردي وحدث الجحيم وهكذا. طبعا منشئ المبنى ده عشان كنت عاوز ابني المبنى ال25، فاخدت 10,000 نقطه. وبالنسبه للمعرض ده، انا كنت بنهي المهام الخاصه بطريق المجد اللي اتكلمت عليه في الفيديو اللي فات، وشكلي خلاص هوقف عنه وخلاص. وطبعا التوكن ده بالنسبه بتاع طريق المجد، ما دام انت مش هتستفاد منه بأي حاجة، هيحولوه لك دول لتسريعات تقريبا 10 أو 3 بس. وده هو شرح الفيديو كامل. يعني أتمنى إن الفيديو يكون خفيف لطيف، يعتبر 8 دقايق مش كبيرة جدا. يعني مجرد انت قاعد كده بتسلي وقتك ببقسماط بكوباية شاي، مش هتاخد منك لحظة، وهتكمل على طول بقية الفيديوهات التانية. وبس ده هو الفيديو بتاع النهاردة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والفولو والاشتراك، وكان معاكم جيمنج هيرو يوتيوب. أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام.